السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال ان شاء الله باذن الله. وحشتوني جدا جدا، غبت عنكم، بس انا كنت مقدمة اعتذار علشان دخلت الدراسة، وان شاء الله مش هنتأخر تاني على بعض، وباذن الله هنعمل الدروس بتاعتنا بانتظام زي ما كنا شغالين. وكده كده احنا واخدين حصص كتير وسابقين المدرسة. هقول اسماء الحبايبي بقى الحلوين اللي كلهم شطار، وكلهم متفوقين وبيسمعوا كلام ماما وكلام ميس حسناء وعملوا الواجبات. الولاد الحلوين اللي في سنة تانية ابتدائي علشان ناخد الحصة رقم 7 النهاردة بإذن الله. حبايبي بقى اللي عملوا الواجب بتاع الحصة رقم 6: أيس الأيمن، عبير عاصم، سما، آدم محمد، حمزة نبيل حمزة، عبد الرحمن عمرو، رواء أحمد ريان، مصطفى سعد، بلال أحمد خلاف، آسر مصطفى بدري، مصطفى محمد مصطفى، فيروز محمد عويضة، نهلة عصام، فريدة سيد صلاح، جهاد زكريا جهاد عشان ماما زعلانة منك وانا كمان زعلانة منك، ذاكري واسمعي الكلام. عبد الرحمن احمد مراد، ياسين ابو زهرة، سجدة عصام، جودي محمد رمضان، حلا علاء عبد الرحيم، مروان غزال، حمزة رزق عطا، معتز حسان يوسف، فريدة سيف صلاح، تقى يوسف، ريتال يوسف، ياسين حسن محمد، هشام ممدوح. برافو عليكم يا حبايبي، مبسوطه منكم جدا جدا ان انتم شطار وعملتوا الواجبات بتاعتكم وسمعتوا الكلام. يلا بينا بسرعه، احنا خدنا توماس اديسون الحصه اللي فاتت وانتوا ذاكرتوه. يلا بقى نشوف الدرس اللي بعديه مع بعض ايه، علشان نمشي كده ونسبق المدرسه باذن الله. يلا بينا. الدرس بتاعنا النهارده نحو هنبدأ بيه، وبعد كده هناخد النشيد. النحو بتاعنا اسمه النهارده او القواعد بتاعتنا هي ضمائر المخاطب. المخاطب يعني ايه؟ المخاطب لازم احفظ ان اللي انا هقوله ده اسمه ضمائر المخاطب. في قبل كده اخدناه ضمائر المتكلم وهي انا ونحن، انا للمفرد ونحن للجمع. طيب المخاطب يعني ايه؟ المخاطب يعني الشخص اللي انا بخاطبه، اللي انا بتكلم معاه، اللي انا بكلمه. اللي انا بكلمه ده لو ولد هقول له ايه؟ انت، واحط لازم فتحة على التاء، انت. طب لو بنت بكلمها وبشاور عليها اقول لها انتي، انتي. يبقى هنا هحط الكسرة تحت التاء مع البنت مع المؤنث، والفتحة فوق التاء مع الولد مع المذكر. يبقى أنت وأنتي دول اسمهم ضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب يعني اللي أنا بكلمه. يبقى هنا البنت دي بتشاور عليه وقالت له إيه؟ أنت، أنت تلميذ ذكي. طب هو بقى هيشاور عليها ويقول لها إيه؟ أنتي تلميذة ذكية. أنت للمؤنث، عشان كده كلمة تلميذ أخدناها حطينا لها تاء مربوطة عشان تبقى للمؤنث يعني للبنت. وكلمة ذكي شايفين آخرها ياء، أنا عايزة أزود تاء مربوطة هنا، يبقى لازم الياء اللي في آخر الكلمة المنفصلة دي أعملها ياء متصلة عشان أحولها وأحط لها تاء مربوطة. ما ينفعش أحط تاء مربوطة جنبها كده وبس، لا، انا شايفين حولتها الياء ايه اللي هي المتصله اللي تحتها نقطتين وشبكت فيها التاء المربوطه، بقت ايه؟ ذكيه. حطيت التاء المربوطه عشان مؤنث، انت تلميذه ذكيه. طيب هنا انت باحث متميز، انت عليها فتحه يعني للمذكر. طب لو هيقول للبنت بقى انتي، كل الفرق الفتحة والكسرة، عشان كده بالذات أنت وأنتي لما نكتبها لازم نحط التشكيل بتاعها يا أولاد، نحط للمذكر فتحة ونحط للمؤنث كسرة. أنتي باحثة، زودت التاء المربوطة بتاعت المؤنث. متميزة، برضو زودت التاء المربوطة بتاعت الإيه؟ المؤنث. درسنا بسيط خالص خالص، وهو ضمائر المخاطب. أنت للمذكر، أنت للمؤنث، أنت للمذكر، أنت للمؤنث. اللي معاه كتاب خارجي هيحل التدريبات بقى كلها بتاعة الكتاب على أنت وأنت اللي اسمهم إيه؟ اسمهم ضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب هنحل كل التدريبات دي
مع بعض كده. هنا دي جميلة قوي اللي هي هنحول الجملة بقى كمان. تمام، يعني هنا بيديك دايما مثال محلول واحنا نعمل زيه. اكمل الجمل الآتية كالمثال. نتعود نقرأ رأس السؤال يا ولاد. انا احب البحث والدراسة. هنا حولناها ايه؟ انت، يبقى هخاطب ولد، هكلم مذكر، ولد مفرد. انت تحب البحث والدراسة. تمام، يبقى هنا انا خليتها انت. طب هنا حاطط لنا ايه؟ انتي، يعني بقول الجملة دي حولها للمفرد المؤنث. المفرد الايه؟ المؤنث. انا متعاون مع الجيران. عشان الصورة شكلها مش واضحة. أنا متعاون مع الجيران. طب لو بنت هقول إيه؟ أنتي متعاونة مع الجيران. جيراني مش هزود فيها حاجة، لكن متعاون دي أحط لها إيه؟ تاء مربوطة علشان تبقى مؤنثة. وهكذا الباقي. ده كتاب سلاح التلميذ. اللي معاه الأضواء هيحل، اللي معاه سلاح التلميذ هيحل. أي كتاب هنحل التدريبات بتاعته. تمام، نيجي بقى بعد كده هناخد مع الدرس بتاعنا ده، هناخد مع القاعدة بتاعتنا بتاع ضمائر المخاطب، هناخد النشيد. عندكم نشيد جميل قوي اسمه صديقي. اسمه ايه؟ صديقي. ده نشيد مطلوب مننا ان احنا نكتبه مرتين، وهنحفظه طبعا كويس جدا، ونكتبه ننقله من الكتاب مرتين مع القراءة الجيدة وحفظ معاني الكلمات وحل التدريبات. هنقرأه مع بعض دلوقتي وتقولوا ورايا. صديقي ذكي، صديقي نبيل، كريم محب، لطيف أصيل، وينشد شعرا بصوت جميل. تاني وبعد كده هنشرح النشيد. صديقي ذكي، صديقي نبيل، كريم محب، لطيف أصيل، وينشد شعرا بصوت جميل. هنا الولد اللي بيقول لنا النشيد بيتكلم لنا عن مين؟ صديق. ونشيد يعني أغنية. أول حاجة لازم تعرفوها إن ده ما اسموش سطر. لما يبقى عندي نشيد زي كده بيبقى ده اسمه بيت. ما أقولش السطر الأول، أنا هقول البيت الأول، البيت الثاني، البيت الثالث. يبقى النشيد بيتكون من أبيات مش من سطور. تمام؟ يبقى لازم تعرفوا في المرحلة اللي انتوا فيها دي ان ده اسمه بيت، وده اسمه بيت، وده اسمه بيت. خلاص؟ وبيتكتب زي ما انتوا شايفين. نكتب الشطر الاولاني، او بلاش هقول لكم الشطر دلوقتي لما تكبروا شويه. الجزء الاولاني ده نكتبه ونسيب مسافه كده، ونكتب ايه؟ الجزء الثاني من البيت. كله بالطريقه دي تكتبوا نفس اللي مكتوب بالظبط. طيب هو بقى بيتكلم عن صديقه بيحبه جدا، وبيقول ايه؟ اول حاجه بيوصف صديقه. بيوصف ايه؟ صديقه. وصف صديقه وقال انه ايه؟ صديقي ذكي. يبقى ذكي. صديقي نبيل. والكلمات اللي بالاحمر دي نعرف معناها دلوقتي. وايه تاني؟ كريم محب. كريم جدا، يعني ممكن يدي لحد اي حاجه معاه. محب، بيحب كل الناس. لطيف اصيل. يبقى صفات صديقه ايه؟ لو قالك ما هي صفات صديقه هتقولوا ذكي، نبيل، كريم، محب، لطيف أصيل. تمام كده؟ طيب بيعرف يعمل ايه صديقه ده؟ وينشد شعرا. شعرا تنوين بالفتحة. يبقى الفتحتين دول اللي على الحرف اللي قبل الأخير اسمه تنوين بالفتح. تنوين بالفتح دي النون الكدابة بنحطها على آخر حرف، وبعد كده نزود ألف بعديها مع الفتح. تنوين بالفتح. طيب هنا كريم تنوين بالضم، محب تنوين بالضم، يعني ضمتين لازقين في بعض. لطيف تنوين بالضم. يبقى لو قال لي استخرج كلمة بها تنوين بالضم، يبقى دور على الشكل ده اللي هي كأنهم ضمتين لازقين في بعض. كأنهم ايه؟ ضمتين لازقين في بعض اهي، تبقى شكلها كده، اسمها تنوين بالضم. عندي ذكي، محب، لطيف. طيب دي اسمها تنوين بالفتح، فتحتين. شعرا.
طب دي اللي تحت دي كسرة بقت كسرتين، يبقى تنوين بالكسر بصوت. وابقى اشرح لكم التنوين في حلقة لوحده، لان ده مهم جدا عشان الاملاء دايما بتغلطوا بسببه. وايه صفاته؟ طبعا انه بينشد شعر، يعني بيغني شعر بصوت ايه؟ بصوت جميل، صوته طبعا جميل. هنقرا النشيد كتير مع ماما، ونكتبه مرتين ونحفظه ونسمعه لماما، وهنحل بقى الاسئله الجميله دي عليه، وكمان هنحفظ معاني الكلمات ونكتبها. مهم قوي كتابة المعاني. تقولي لي ليه يا مس نكتبها؟ عشان كل ما نكتبها هنحفظها اكتر، وكمان هنتعرف على كلمات جديدة واحنا بنكتب، ولما نيجي نحل يبقى الموضوع سهل معانا جدا. والكلمة مضادها يعني عكسها، مضادها يعني عكسها. والمفرد وجمعه يعني الجمع حاجة واحدة، والمفرد حاجة واحدة، والجمع حاجات كتيرة. عندنا في سلاح التلميذ، ده كتاب سلاح التلميذ، جايب لنا ايه؟ جايب لنا اسئله كتيره قوي قوي على الدرس الجميل بتاعنا ده. اللي هيخلص هيقول لي انا خلصت يا ميس حسناء، وخلصت النشيد وحفظت معاني الكلمات وكتبتها وحليت التدريبات، يكتب اسمه ثنائي او ثلاثي في الكومنتات عشان الحصه الجايه ان شاء الله نقول اسماءكم. بالتوفيق لكم جميعا ان شاء الله. السلام عليكم.